عارف يا صاحبي اكتر حاجه بتتعب الواحد بجد، وخلي بالك هي مش الشغل، لكن ان انت تتعب وتشقى وتشتغل بس في الاخر محدش حاسس بيك. وطبعا موضوع الاهل ده سيبه على جنب خالص، دي قصه تانية لوحدها، اهل ما يتقارنوش باي حاجه، بس انا بتكلم في ارض الواقع، في حياه الشغل وحياه ان انت مضغوط. ناس كتيره طبعا عايشه اليوم بيومه، وكلنا اغلب الاحوال من الشغل وتعب وزهق وقرف كده وضغوطات نفسيه، بس في الاخر بتيجي تسال نفسك وبعدين طب انا رايح على فين؟ بس خلي بالك برضو هي القصه مش من التعب، لو على التعب التعب موجود في اي حاجه، بس الفكره انه خلاص ان مخك اتهيأ له، او عامه احنا كلنا كده يعني، مخنا اتهيأ لنا ان خلاص من كتر التعب ومن كتر الارهاق خلاص ما عادش فيه امل واضح قدام. مع ذلك برضو خلي بالك هو نفس العقل اللي بيجي كل شويه يقول لك طب كفايه، طب خلاص، طب وبعدين هنفضل على الحال ده، طب احنا لازم نغير من نفسنا. بس خلي بالك صدقني والله يعني، وحتى الكلام ده انا بقوله لنفسي شخصيا، ان الناس اللي عدت المرحله دي وعدت الامور دي والله هي نفس الناس اللي حياتها اتغيرت، كانت طلعت من التعب والشقه لحته المكان اللي هم عاوزينه. بس والله وخلي بالك والله ما مطلوب منك ان انت لا تكون جامد، ولا انت تكون اقوى حد في الدنيا، ولا انا عايز اعمل كده وعايز اعمل كده، والله كلها تدابير ربنا، هي اللي في الاخر ما تحملش نفسك فوق، وبرده ما تسيبش نفسك، شوف نفسك اللي انت عاوز، كله بالهدوء وكله مع الصبر والله بيتحل. فتحياتي ليكم، لو الكلام فعلا لقيته موجه ليك تنساش تتابعني وتعمل لايك، وان شاء الله عندنا فيديوهات، عندنا رحله طويله، وباذن الله اقدر افيدكم بالكلام اللي اقدر بحياتي وباللي انا بمر بيه، احاول ان انا افيدكم ونشوف ونحاول مثلا ناخد الدنيا بمنظور مختلف شويه.